الأسباب الحقيقية لوجود اسم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية في ملفات إبستين. إيه الحكاية؟ طب مين هو جيفري إبستين؟ العالم كله بيتكلم عليه، الإعلام الدولي بالكامل. الملف رقم 1 أهم من إيران، أهم من غزة. حكاية إبستين والمشاهير ورؤساء الدول والقادة وأسمائهم موجودة ومين وإيه الحكاية. ده الملف الرئيسي اللي كله بيتكلم عليه. يمكن اليوم السابع نشروا عنوان بيقول لنا الحكاية. عشان ألخص الموضوع قبل ما أكلم حضراتكم عن مكالمتي مع السيد أحمد أبو الغيط، ملفات جيفري إبستين تطغى على الصحف العالمية. وزارة العدل الأمريكية تنشر 3 ملايين صفحة جديدة، وده التعبير الدقيق. هي مش وثائق، هي صفحات وليست وثائق. وترامب وإيلون ماسك وشقيق تشارلز أبرز الأسماء، ومعهم طبعا كلينتون رئيس أمريكي الأسبق. امبارح تم تداول اسم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. طبعا بعض اللي ما بيحبوش أحمد أبو الغيط خدوا الموضوع على إنه الحقه وأبو الغيط كان راح وموجود، ولكن اللي هم عارفين السيد أحمد أبو الغيط واللي واثقين فيه قالوا هذا الكلام غير حقيقي وغير دقيق ومش صحيح. فعندنا ناس بيكرهوا أبو الغيط خدوا الموضوع على إنه شفتوا وعملوا، لأن أبو الغيط له أعداء، لأنه وزير خارجية مصر في فترة صعبة وكان له موقف من فوضى 2011، وله طبعا يعني خدوا الملف ده بالشكل اللي هو سلبي. لكن أحمد أبو الغيط رجل مخضرم متميز. أنا مش هتكلم عنه لأنه أنا بفتخر إني بعرفه منذ سنوات طويلة، لم يتغير على الإطلاق. بيحب بلده ودافع عنها، بيحب الدنيا، حاجة قوية جدا. اتكلمت النهاردة مع السيد أحمد أبو الغيط اليوم في مكالمة تليفونية. كنا بنتكلم في حاجات كثيرة، مش كان ده الملف الرئيسي، حاجات كثيرة يعني في زيارة في الهند وبعد كده لقاءات وعنده يعني بعض الملفات. ثم اتكلمنا في ملف إبستين، وقال لي بالظبط كده، قال بالمناسبة بحثنا هذا الأمر في الأمانة العامة للجامعة العربية، ولكن عندما كنت وزيرا الخارجية وتحديدا في 2010 كان في دعوة لحضور ملتقى دبلوماسي مع 10 وزراء خارجية عرب. فين؟ في سيربنياس، جزيرة سيربنياس في دولة الإمارات العربية المتحدة. كانوا يعملوا منتدى لوزراء خارجية العرب في الإمارات في جزيرة سيربنياس. وبالتالي كان في جاءت ورقة تتحدث عن قائمة المدعوين للمنتدى، وهذه الورقة أو الصفحة اللي هي الدعوة، يعني بالظبط كده هي دعوة. ممكن حتى تدعى في مكان فحد يحصل على الدعوة يصورها يبعتها لحد، هي بالظبط كده بالظبط كده قائمة مدعوين. طب وايه المشكلة؟ مدعوين فين؟ في الإمارات، مش في أمريكا ولا مش في جزيرة إبستين، لا خالص يعني. وأخد إبستين الدعوة وأعاد نشرها مع أصدقاء ليه، مع شركاء ليه، مع ناس تبعه. وبالتالي إنه طب هو أهمية هذه الدعوة إيه؟ وهذه الأسماء العربية، ومنهم السيد أحمد أبو الغيط اللي كان في ذلك الوقت وزير خارجية مصر، إنه إبستين يقول إن عنده نفوذ وعنده علاقات وشوفوا مع العالم العربي ووزراء الخارجية العرب. لكن هل أحمد أبو الغيط التقى إبستين؟ على الإطلاق. هل توجد صورة له معاه؟ على الإطلاق ما شافوش أصلا. ولكن الحكاية هي آخرها كده،
قائمه مدعوين. بالمناسبه الامين العام للجامعه العربيه قال لي ان انا حتى الدعوه دي ما كنتش موجود في هذا الوقت، يعني ما راحش كمان، ما حضرش، ما كانش موجود وما راحش اساسا.